مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام. حبايبي، اليوم فيديونا راح يكون عن طريقة ترتيب الميس تواليتي اللي تشوفونه مثل هذا الشكل. هنا عندي طبعا هذا ميس تواليت انا خليت عليه هاي قلاصات اللي هي من الفرفوري، اللي واحدة بيهن خليت من هذا النبات اللي هو اصطناعي خليت بيه، وواحدة خليت بيهن هاي الفرج اللي مثل ما تشوفوها. وهنا عندي هاي الصينية خليت بيها هاي العطورات اللي عندي والمخمريات وخليتها بهذا الشكل. طبعا انا ما احب الهوسة ابد على الميس تواليت، لان مثل ما تعرفون اذا نحتاج طلعة او شي نخلي غرضنا عليه فيصير كلش هوسة، فما صراحة ما احب الهوسة، احبه يكون بشكل بسيط. هنا عندي ايضا هاي المزهرية اللي خليت بيها هذا الورد اللي تشوفوه. هنا راح نتحول للجرارات. هنا عندي هاي الحافظات الأكريليك، طبعا هاي عندها قبغ، يعني هي مو حافظات للمجرات، لكن أنا حولتهن حتى يعني سويتهن استخدمتهن كحافظات للمجرات. هنا واحدة أخذت من قراصاتي، واحدة العطورات الزيادة الموجودة والمخمريات الموجودة الزيادة اللي خليتها بيها. وهنا المشط، وهنا خليت من جوا هذا الورق. هنا نتحول للمجر الثاني. هنا طبعا بيها أدوات الصلاة، يعني الحجابات، السجاد، ملابس الصلاة الخاصة، رتبته بهذا الشكل. طبعا هنا أنا مستخدمته، وبهذا الشكل حبايبي راح يكون ترتيبنا للميستورد. هنا مكايجي طبعا بنات أني يعني مثلا مرتبة مكايجي مخلتهم بهاي السلة، يعني لما أحتاجن رأسا أطلع السلة وأستخدم بهذا الشكل. تشوفوا مثل ما تشوفون كل المكايج اللي أحتاجهم خليته بيه بهذا الشكل. بهذا الشكل حبايبي خلص فيديونا. شكرا لمتابعتكم، مع السلامة.